السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء أمور الصف الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لمادة اللغة العربية. درس النهاردة إن شاء الله هيكون كتابة قصة قصيرة. خليكم معايا عشان نبدأ مع بعض شرح الدرس ونقول بسم الله. طيب، في درس النهاردة هو عايز يعلم الأولاد إزاي إن هما يقدروا يكتبوا قصة قصيرة بنفسهم. أول حاجة خالص عايزين نعرفها، علشان نكتب قصة لازم يكون فيها عناصر مهمة جدا، لازم إن احنا نمشي عليها. مينفعش إن احنا نكتب بطريقة عشوائية، لازم يكون في عناصر وتكون بالترتيب، لازم إن احنا نتبعها واحنا بنكتب القصة. أول حاجة خالص في القصة هي العنوان. لازم العنوان يكون مختصر ويكون بيعبر عن أحداث القصة. يعني إيه؟ عمركم قبل كده قرأتوا قصة ما كانش ليها عنوان؟ طبعا لا، كلنا طبعا بنشوف العنوان في بداية أي قصة، والعنوان بيكون مختصر، يعني مش بتبقى مثلا جملة طويلة، لا دي بتبقى مثلا من كلمة أو كلمتين أو بالكتير أوي 3 كلمات، يعني بيبقى مختصر. وطبعا بيعبر عن أحداث القصة، يعني العنوان بيبقى رمز للي هيحصل في القصة بعد كده واحنا بنقراه، مش بيبقى حاجة بره القصة. تاني حاجة وهي المكان والزمان. طبعا بيذكر كمان في القصة بعد كده المكان اللي حصلت فيه القصة أو الحدث، وكذلك الزمان. يعني مثلا في صباح يوم ما بينما كنت في المدرسة، أو مثلا ذات مساء بينما كنت أتمشى في الطريق مثلا، أو في صباح يوم ما زرت الحديقة، وهكذا. تالت حاجة عندنا طبعا هي الشخصيات. لازم بنذكر في القصة أبطال القصة، وهما الشخصيات اللي بيبقوا فيها، زي مثلا أبي أو المعلمة أو أحمد، حسب بقى القصة بتتكلم عن إيه، بنذكر الشخصيات اللي فيها. عندنا برضو البداية أو أحداث البداية، اللي بنتعرف من خلالها على الشخصيات والمكان والزمان اللي كانوا فيه. يعني مثلا بينما ذهب أحمد، أو بينما كان أحمد في المدرسة، أدي كده أحمد، أدي كده المدرسة اللي هي المكان. هنقول مثلا برضو في صباح يوم ما ذهب أحمد إلى المدرسة، يبقى كده احنا قلنا الزمان الصباح، وقلنا أحمد، وقلنا المكان إن هو كان في المدرسة. بعد كده الأحداث بقى اللي احنا بنبدأ إن احنا ندخل فيها واحنا بنحكي، تروي ما يحدث في القصة من مواقف متتابعة. آخر حاجة خالص هي النهاية أو الخاتمة بتاعت القصة، بتوضح كيف انتهت القصة، أو إيه النتيجة اللي حصلت، أو إيه هو الدرس المستفاد اللي احنا بنستفاده في الآخر في نهاية القصة. نشاط ألف بيقول: اقرأ القصة ثم لاحظ عناصرها وأجب عن الأسئلة. هنقرأ كده القصة مع بعض ونشوف العناصر بتاعتها ونجاوب على الأسئلة. أول حاجة خالص جايب لنا العنوان وهو في السوق، يبقى عنوان القصة في السوق زي ما احنا شايفين، مختصر وصغير خالص. رأت جنة في السوق رجلا كبيرا في السن يجلس على الأرض ويبدو عليه التعب، فأسرعت مع أبيها نحوه وقدم له كوب ماء وشطيرة جبن. ابتسم الرجل شاكرا لهما وقال: بارك الله فيكما يا أحبائي. شعرت جنة بسعادة كبيرة لأنها ساعدت إنسانا محتاجا، وعادت إلى بيتها وهي تردد: الرحمة تجعل قلوبنا أجمل. هنا بقى عايزنا إن احنا نختار الإجابة مما بين القوسين. عنوان القصة كان إيه؟ في السوق، يوم سعيد، رحلة مع جدي. العنوان كان في السوق. شخصيات القصة كانت إيه؟ جنة ووالدها والرجل الكبير، ولا جنة وأصدقاؤها، ولا البائع والزبائن؟ طبعا الشخصيات كانت جنة ووالدها والرجل الكبير. رأت جنة في السوق رجلا كبيرا في السن. الجملة دي بتعبر عن إيه؟ الخاتمة ولا الأحداث ولا المقدمة؟ دي طبعا بتعبر عن مقدمة القصة. الجملة التي تعبر عن النهاية هي إيه؟ ذهبت جنة إلى السوق، ولا جلست جنة في بيتها، ولا شكر الرجل جنة وأباها، ولا شعرت بالسعادة لأنها ساعدتها؟ الخاتمة أو الجملة اللي بتعبر عن النهاية هي لما جنة شعرت بالسعادة لأن هي ساعدت الرجل. ندخل بقى على النشاط ب. اقرأ القصة التالية ثم حللها إلى عناصرها. هنقرأ القصة وهنحللها من حيث العناصر. عاد أحمد من المدرسة في 3 بعد الظهر، ودق على باب منزله كثيرا،
ولم يفتح أحد. شعر أحمد بالخوف والقلق على عائلته، فتوجه إلى جاره العم سعيد الذي اتصل بوالد أحمد وعرف منه أن والدته مريضة في المستشفى. طمأن الجار أحمد وعرض عليه أن يبقى معه حتى عودة والده، مما جعله يشعر بالراحة والأمان. يلا بقى نحلل القصة. أول حاجة الشخصيات عندنا إيه؟ عندنا أحمد، ومين تاني؟ الجار اللي هو العم سعيد. مين تاني برضو في الشخصيات كان في القصة؟ والد أحمد، وكمان عندنا والدته المريضة ووالدته. دي كل الشخصيات اللي موجودة في القصة. طيب الزمان بقى والمكان. عاد أحمد من المدرسة في 3 بعد الظهر، يبقى الزمان هو بعد الظهر. المكان بقى كان فين؟ المنزل، لأن هو رجع من المدرسة بعد الظهر ودق على باب منزله كثيرا، يبقى هو عند المنزل. طيب البداية بقى كانت ايه؟ البداية كانت عودة أحمد من المدرسة. الأحداث كانت ايه؟ دق أحمد على باب المنزل ولم يفتح أحد، ومساعدة الجار له. النهاية بقى كانت ايه؟ النهاية هي في الآخر طمأنت أحمد بواسطة جاره ومكوثه في منزل الجار في انتظار عودة والده ووالدته. ده عنوانا مناسبا للقصة السابقة. احنا بقى هنشوف كده عنوان وهنحطه بنفسنا. ممكن مثلا نقول ايه؟ مثلا مساعدة العم سعيد لأحمد. طيب ندخل بعد كده على النشاط جيم اللي بيقول رتب الأحداث التالية ثم حولها إلى قصة. هنرتب الأحداث دي وهنحولها مع بعض دلوقتي القصة. زي ما انتوا شايفين كده، شكرتهما الجارة وأعطتهما كوبين من العصير. أكيد طبعا دي مش مقدمة قصة. نادى صديقه فتعاونا معا حتى أنزل القصة. حاول أن يساعدها فلم يستطع بمفرده. رأى سامح قطة صغيرة عالقة على شجرة. يبقى دي رقم 1. حاول أن يساعدها فلم يستطع بمفرده. نادى صديقه فتعاونا معا حتى أنزل القطة. دي رقم 3. وآخر حاجة هي إن الجارة شكرتهم، لأن دي طبعا كانت قطة الجارة، وأعطتهم كوبين من العصير. طيب عايزنا بقى إن احنا نكتب عنوان هو إيه؟ مساعدة قطة صغيرة. احنا بقى هنكتب القصة بقى بنفسنا بناء على الأحداث اللي احنا قرأناها. هنقول مثلا أول حاجة: في صباح يوم مشرق رأى سامح قطة صغيرة عالقة على شجرة. حاول سامح مساعدة القطة لكنه لم يستطع بمفرده. نادى على صديقه وتعاونا معا على إنزال القطة. شكرتهما الجارة على إنقاذ قطتها وأعطتهما كوبين من العصير.
نشاط د بيقول أكمل القصة التالية. طيب أول حاجة هو مش جايب لنا فيها خالص غير هنا في حصة اللي هي في البداية، وهنا بيقول الأحداث: رأت هبة صديقتها وقد انكسر قلمها في أثناء أداء اختبار اللغة العربية فاستأذنت هبة من، واحنا هنكمل. يبقى احنا كده عرفنا القصة خلاص بتتكلم عن ايه. هنعمل مثلا عنوان القصة إن هبة رأت صديقتها لما القلم بتاعها اتكسر في اختبار اللغة العربية. هنقول مثلا الصديق، ده عنوان القصة، الصديق وقت الشدة، ده عنوان القصة. هنقول مثلا البداية هتبقى في حصة اللغة العربية طلبت منا المعلمة أن نكتب في ورقة فارغة امتحان للغة العربية. وبينما كنا نكتب رأت هبة صديقتها وقد انكسر قلمها في أثناء أداء اختبار اللغة العربية فاستأذنت هبة من المعلمة أن تعطي صديقتها قلما غيره حتى تكتب الاختبار أو حتى تحل الاختبار. بعد كده هنقول في النهاية: وافقت المعلمة وأعطت هبة صديقتها القلم فشكرتها المعلمة وشكرتها صديقتها على مساعدتها لها وقت الاختبار. طيب نشاط ه بيقول اكتب قصة مستعينا بالجمل التالية. جايب لنا برضو جمل عايزنا ان احنا بقى نكتب قصة عليها. في يوم من الايام اراد كريم ان، ثم قرر ان، وفي النهاية تعلم ايه. احنا بقى هنكتب بناء على الجمل اللي عندنا دي. هنقول مثلا في يوم من الايام اراد كريم ان مثلا يتدرب على لعبة الكاراتيه، ثم قرر أن يطلب من والده الاشتراك له في النادي لأداء اللعبة. وفي النهاية تعلم كريم كيف يلعب الكاراتيه وكان سعيدا أثناء التدريب.